أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي البارحة بالعاصمة على افتتاح ندوة علمية منظمة من طرف الخلافة العامة للطريقة القادرية في غرب إفريقيا. تسعى هذه الندوة إلى إبراز أهمية هذه الطرق في نشر التآخي والوحدة والمحبة وتعاليم الدين الإسلامي السمح. الإعلان عن انطلاق جولة الخليفة العام للطريقة القادرية في غرب إفريقيا هو الهدف من تنظيم هذه الندوة العلمية المنظمة من قبل الخلافة العامة للطريقة القادرية بغرب إفريقيا. الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أكد أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز المحبة والوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية. إن موريتانيا غنية بتنوع مواردها وثقافتها ووحدة دينها الإسلامي الحنيف وانسجامها الفكري والمذهبي والروحي العميق، وعليه فإننا نقدر عاليا مثل هذه الندوات العلمية الرصينة، ونحن في وزارة الشؤون الإسلامية نعرف الدور الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد لما تمثله هذه الطرق من دور فعال في نشر التآخي والوحدة والمحبة ونشر الإسلام بكل الطرق، مشكورة ومقدرة لمشايخها الذين كانوا وما زالوا لهم الدور الرائد والمتميز في تلك القيم النبيلة والفضيلة والكريمة. بدوره المتحدث باسم الخليفة العام للطريقة القادرية أكد أن ندوة مريدي الطريقة القادرية هي لقاء لتعميق الصلة بين الشعوب والثقافات وفرصة لتجسيد التعاون على البر والتقوى. إننا نتوخى من وراء هذه الجولة صلة الرحم التي ورد فيها قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وورد فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه. ومنها زيارة الإخوان في الله، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال: من زار أخاه في الله ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومنها السفر في الدعوة إلى الله تعالى لقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حفل الانطلاقة شكل فرصة للإعلان عن توزيع مساعدات خلال الجولة لصالح الفئات الهشة. نحن لا نقسم 100 محرك إن شاء الله هذه الأيام الأسابيع القادمة، 60 من واو هذه الكبيرة، و30 من الستيرنات اللي يرفضوا تنويم مدمة، و10 سيارات هذول يعدلون النقل بين المقاطعات. هذا نحن هون هذه التقسيمات ندور منهم إياك نوصل للناس اللي فاصلة. كما شهد الحفل مداخلات